هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. هنعمل بقى النهاردة وصفة لرأس السنة او لسهرة رأس السنة بقى. وصفة كده سهلة ولذيذة ومتاخدش وقت، ممكن نفرح بيها الولاد او نفرحهم في البيت بمكونات بسيطة. هنقدم وصفة جميلة قوي. معايا 350 جرام من البسكوت، بسكوت الشاي عادي السادة. ومعايا 5 معالق من الزبدة الدايبة او ربع كوب. ومعايا 3 معالق من الكاكاو، 3 معالق كبيرة. ونصف كوب كمان من جوز الهند، ونصف كوب من المكسرات، انا ضفت فول سوداني. ومعايا كمان نص كوباية من اللبن او كوب الا ربع على حسب ما البسكوت يحتاج. انا هنا طحنت البسكوت، مش عاوزة اخليه بودر قوي، لا عاوزة يبقى فيه قطع كده يعني صغيرة. ضفت عليه بقى المكسرات وجوز الهند وكمان الكاكاو. هقلبهم كلهم يعني مع بعض كويس. عاوزة الخليط كله يبقى لون واحد. وبعدين هننزل الزبدة او السمنة، يعني براحتكم اللي تستخدموه، بس الزبدة بتخلي طعمها احلى. وبعدين هنزل باللبن تدريجيا، لان ممكن البسكوت بتاعي غير البسكوت اللي انت تستخدميه. يعني على حسب البسكوت ممكن ما يحتاجش سوائل كتير، يعني يتعجن بسرعة، او ممكن يحتاج سوائل اكتر، يعني هو من نص كوب لكوب الا ربع من اللبن. وانا بعجن كده لو حسيت ان هو لسه مفرول ممكن ازود تاني لحد ما الاقيه يعني بقى عجينة كده وتلم معايا زي كده. لما بمسك قطعة في ايدي بتتلم عادي وبتتكور كده، وكده بقت جاهزة معانا. هنشكلها بقى بالطريقة اللي نحبها. انا شكلتها على شكل كور كده. انا عملت الوزن الواحدة 20 جرام، يعني تبقى كده يعني على قد القطمة، بس مش عاوزين نكبرها قوي عشان تبقى بسيطة كده وصغيرة. بجد وصفة طريقة تحضيرها سهلة قوي، يعني ما تاخدش 5 دقايق، لا فرن ولا اي حاجة. وكمان هنحس ان احنا يعني عملنا حاجة كده متكلفة وحلوة، انما هي طريقة بسيطة جدا. هنكمل بقى لحد ما نخلص الكمية كلها. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها هجيب بقى اي نوع شوكولاتة عندي، شوكولاتة دارك او شوكولاتة بالحليب. يعني هدوبها كده او هسيحها على حمام بخار او في الميكرويف، وعليها معلقتين او 3 من الزيت عشان بس تدي لمعة الشوكولات معانا. وهحطها كده في بولة وهنزل بالكور دي، هنزل بيها كده واغطسها يعني كلها كاملة كده، اغلفها بالشوكولاتة او بالصوص ده. وطبعا هحطها على ورق زبدة او يعني اي طبق. احنا دلوقتي هندخلها الفريزر بعد ما نخلص الكمية كلها، ندخلها الفريزر لحد ما تجمد، يعني طبقة الشوكولاتة دي تجمد في الفريزر. وكده خلصتها كلها ودخلتها الفريزر على حسب ما الشوكولاتة تجمد معاكم، نص ساعة بقى او ساعة براحتكم. بس خلاص كده الشوكولاتة جمدت واقدر امسكها. هجيب بقى باقي الصوص بتاعي، هبدأ ازينها بقى بالطريقة اللي نحبها عادي. انا عملت تموجات كده يعني بسيطة. كمان عملت كمية منها زينتها كده بجوزة الهند، ممكن بمكسرات او فول سوداني من اللي مستخدمينه. ممكن كده خلاص هي كده برضو جاهزة للأكل يعني. حقيقي كان شكلها أمور قوي. انا بقى عملت كده يعني تركاية كده عشان يبقى شكلها لطيف في التقديم. انا جبت ورقة صغيرة، ورق الفويل او ورق السلوفان بتاعنا، قطعت حتة صغيرة
ومن تحت كده حطيت فيها الكرة دي وقفلت عليها، بقت شبه البونبونية كده. حقيقي كان شكلها حلو قوي. بجد بحسها وصفة ان احنا نفرح اولادنا بيها او الاطفال الصغيرة. وسبتها بقى في التلاجة تجمد. وكمان معلومة يعني، كل ما نسيبها في التلاجة اكتر كل ما يكون طعمها احلى. هي عجبتني قوي. وصفة سهلة وسهلة التحضير جدا. بص من جوه بجد كان طعمها حلو قوي. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.